السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. معاكم محمد عاطف وحلقة جديدة من برنامج خليك حريف. ووصلك البرنامج ووصلت لك الحلقة، انزل اخبط اللايك واعمل اشتراك في القناة، ومتنساش تكتب كومنت تصلي فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تعالوا عشان عندنا اخبار كتير جدا جدا محتاجين نتكلم فيها مع بعض. بشكل يمكن شبه رسمي، محمد عبد المنعم خلاص تم الانتقال بتاعه لنادي نيس الفرنسي مقابل 4 مليون دولار. وقبله كان اليو ديانج للأخدود السعودي. وهنا في حاجة عايز اتكلم فيها بخصوص لجنة التخطيط في النادي الأهلي. عدوا معايا كده: اليو ديانج، محمد عبد المنعم، أحمد عبد القادر، كريستو، موديست، كريم فؤاد، علي معلول، محمود متولي. 8 لعيبة مش هيبقوا موجودين معاك في الموسم الجديد، والاماكن بتاعتهم فاضيه. فوق التمن لعيبه دول حط عليهم بيرسي تاو اللي ممكن او مش ممكن، هو اكيد خلاص هيمشي. وكريم الدبيس انت هتطلعه اعاره لبلجيكا. وكريم ندفيد 50% و50% لا، يعني ممكن ما يكملش في النادي الاهلي. دعمت كل ده بايه؟ بيحيى عطية الله ويوسف ايمن، لاعبين انت في ناس مش هتبدأ معاك الموسم زي كريم فؤاد وزي علي معلول، مش هيبدأوا معاك. والمطلوب منك ان انت في خلال 10 ايام هتبعت القايمة بتاعت ماتش السوبر الافريقي قدام نادي الزمالك. لحد دلوقتي انت ما عملتش حاجة. طيب، زين الدين بالعيد المدافع الجزائري اللي انت كنت خلاص خلصت فيه، وطلع مسؤولين من النادي الاهلي اكدوا ان المفاوضات شبه تمت وخلصت خلاص، واللاعب جاي، الصفقة وقفت وراح في حتة تانية. محمد علي بن رمضان بقالنا فوق ال10 ايام بنسمع ان في مفاوضات وان الكلام شغال وان خلاص اللاعب جاي القاهرة عشان يعمل الكشف الطبي. الصفقة تمت، مبروك للنادي الاهلي. الصفقة وقفت. طب وقفت ليه؟ عشان خلافات مادية، ولسه في جلسة تانية. طيب، زيها زي اللي قبلها. الصفقة دي يعني بنسبة كبيرة قوي مش هتتم عشان انت عندك تكاسل. 8 لعيبة او فوق ال11 لعيب شبه مش، يعني في ناس بنسبة كبيرة مش موجودة عندك، ويمكن هما 3 لعيبة بس اللي يمكن نسبتهم ان هما هيبقوا موجودين قليلة. انت ما دعمتش غير لاعبين، والمفروض ان انت داخل على اهم موسم في تاريخ النادي الاهلي. وقلت لكم البطولات قبل كده اللي النادي الاهلي داخل عليها، وفي الاخر هيجي يقول لك لا اصل اللعيب مش على الامكانيات الفنيه للنادي الاهلي. اصل احنا عندنا كذا لعيب في المكان دوت، لكن احنا بنفاوض مهاجم وبنفاوض جناح، وفي الاخر مفيش اي حاجه. هيبقى عندك وسام ابو علي، وطبعا مش هتقدر تمشي كهربا لان انت مش هيبقى عندك غير مهاجم واحد بس، وكهربا هيبقى البديل بتاعه. بنتمنى الفتره دي او يعني الايام اللي باقيه في سوق الانتقالات ان النادي الاهلي يسرع شويه سياسه النادي الاهلي او سياسه لجنه التخطيط والتعاقدات في النادي الاهلي، ان هي عايزه لعيب كويس وكواليتي عالي جدا بس بفلوس قليله. ده ما بقاش موجود منه الكلام ده. لو انت ما كنتش واثق ان انت هتجيب بديل لمحمد عبد المنعم ما كنتش مشيته. لو انت ما كنتش واثق ان انت تجيب بديل لاليو جانج ما كنتش مشيته، كنت خليتهم قاعدين معاك مكملين، وكده كده اللعيبه كانت لسه صغيره ولسه في عروض جاي لها. انما انت مشيته. كريستو مشيته برضه، واحمد عبد القادر خلاص بكره هيسافر قطر عشان ينضم لنادي قطر القطري. طب انت مستني ايه؟ طيب معرفش. ريحت اللعيبه
الاساسيه بتاعتك، وحقهم ان هم يرتاحوا، عملوا موسم تاريخي. عين العقل ان انت انسحبت من بطوله كاس مصر، لان انت لو كنت لحمت الدوري بتاعنا لسه خلصان النهارده، في عز ما الدوري الانجليزي بيبدا النهارده، ولا بدا امبارح كمان، انت لسه بتنهي. والكوميديا اللي انت لسه ما يعني بطل الدوري ما استلمش الدرع بتاعه، والناس في اتحاد الكوره اصل احنا لسه ما قررناش احنا هنسلم الدرع فين. بنشوف في دول العالم كلها درع الدوري بيتسلم اخر ماتش، او قبل او لما الفريق بيكسب يعني، وقبلها بماتش او ماتشين بيستلم الدرع. لا احنا عندنا ممكن يعني هنستلم الدرع دوت في الدوري الجديد ان شاء الله. ليه؟ عشان عندك كسل، في ناس مكسلة، في ناس مش شغالة. ده غير فضيحة الاولمبياد. ده الاولمبياد دي يعني شاملة الاتحادات كلها. كان الواحد كان يطلع يتكلم، بس لقينا الناس في الحكومة، رئيس الوزراء طلع قال لك ان في تحقيق هيبقى شامل لجميع الاتحادات. ورسالة بس للناس اللي بتتكلم على موضوع كابتن احمد فتوح، اللي يعني ربنا يا رب يكون في عونه ويفك كربه، ويعني ويرحم يعني امين الشرطة اللي توفى. يعني بلاش نتكلم في الموضوع كتير، خلاص. يعني بلاش يعني. انا ساعات بقى يعني بشوف ناس مش عارف يعني مدخلاه اهلي وزمالك قوي. الموضوع مش كده، اي حد فينا ممكن يبقى مكان احمد فتوح على فكرة. عشان بس انا بشوف ناس طالعه تقول لك هو احمد فتوح ده ناقصه ايه، هو احمد فتوح ده بيعمل ايه. خلاص هو ده ربنا مقدر له كده. ممكن يكون ده ابتلاء من عند ربنا عشان يشوف يعني قوة ايمانه قد ايه. فياريت يعني محدش يتكلم في الموضوع عشان الموضوع دمه تقيل وبايخ. يعني كلنا ندعي بس يعني للراجل اللي توفى دوت، ربنا يرحمه ويغفر له يا رب ويصبر اهله. وبالنسبة لأحمد فتوح ربنا يعني يكون معاه ويقف يعني معاه ويفك كربه يا رب. يعني لو الدنيا دي اتفكت يعني يا ريت يتعلم يعني بجد يعني. فمش عايز اطول عليكم، دي كانت حلقة النهاردة. يا ريت اللي شاف الحلقة ووصلته يعمل لايك وكومنت، وما تنساش تفعل زر الجرس عشان يكون او يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد عاطف وبرنامج خليك حريف. اشوفكم على خير ان شاء الله. يلا تصبحوا على خير.